من أعظم الأعمال عند المسلمين أن تسمع الشكوى من الرجل الحزين، أو أن تخفف من عناء البائسين. شبر الخواطر من صنيع الصالحين، جبر الخواطر من صنيع الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرح صدورنا للإسلام وشرفها بالانتساب لأمة سيد الأنام، وأشهد أن لا إله إلا الله الرحيم الرحمن الحيي ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله شفيعنا يوم الزحام. ثم أما بعد، أيها الأفاضل، فأهلا ومرحبا بكم أيها الأكارم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات فضفضة يوم الثلاثاء، سائلا الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم فيه الإخلاص والقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومع موضوع جديد في إطلالة جديدة، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. ولقاؤنا في هذه الليلة حديث عن موضوع يكاد يشغل بنات المسلمين، والآباء بصفتهم يربون بنات، وأزواج بصفتهم في ذمتهم زوجات. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أيها الأكارم، شرع ربنا عز وجل لم يتضارب قط مع فطرة رجل ولا امرأة، بل الفطرة السليمة مع الدين القويم، تلك هي الشريعة الغراء، وهذا الدين وهذا الإسلام السمح الذي ارتضاه الله تعالى للبشرية بصفة عامة، ولأمة النبي صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة. من بين جملة هذه التشريعات جعل من تمام فطرة المرأة السليمة أنها عفيفة، ووجب أن تتحلى بعفافها، فلا تتشبه بالرجال ولا تسترجل في الكلام، وإنما تكون عفيفة، تكون في قمة أنوثتها، تتزين في بيتها أمام محارمها، لكن في الخارج تتحلى بأسمى معاني العفاف. ولهذا فقد أمر الله تعالى نبينا المصطفى بأن يقول لأزواجه وبناته ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن. قال ربي جل في علاه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. لماذا يا ربي؟ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. بل في آيات سورة النور التي نحفظها: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات في الآية التي بعدها يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ثم قال ربي: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الآيات. روى الإمام أبو داود في سننه من حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، والحديث بفضل الله صحيح، أنها قالت: لما نزل قوله تعالى: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الطير، كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية. وروى الإمام البخاري في باب
وليضربن بخمرهن على جيوبهن، من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما نزل قوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، أخذن بمروطهن فشققنها فخمرن بها وجوههن فغطين وجوههن. أما آن للمرأة المسلمة أن تقتدي بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، ألا يكفي أن أستر بدني دون أن أستر وجهي وكفي؟ إن هذا هو الأصل، وهذا أجمع عليه العلماء أنه فرض، بل هو أساس الحجاب الشرعي، أن يكون طويلا فضفاضا غير ضيق وغير شفاف وغير معطر أو غير مطيب، وليس لباس شهرة. الأصل في الحجاب أن يستر البدن وإن ظهر الوجه وإن ظهر الكفين. لكن وقع الخلاف في مشروعية النقاب بين فريق يستحب لبسه وارتداءه وفريق آخر يوجب ذلك. فعلماء الحنابلة وعلماء الشافعية على الصحيح على وجوب ستر الوجه والكفين أمام الرجال الأجانب، لكن الجماعة أو مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب الإمام مالك على استحباب ذلك، ولكن أجمعوا على أن لباس النقاب واجب في زمان الفتن. أسألكم بالله يا نساء المسلمين، أسألكم بالله، أولسنا نحن في زمان فتن تعصف من كل ناحية؟ كل يوم نسمع اغتصابا واغتصابا واغتصابا، وانحرافا هنا وزللا هنا وتجرؤا على الله هنا. طيب يا أخي، لن أتزوج إذا ارتديته، أو رزقك بيديك أم بيد الملك القدير؟ طيب والدي يمنعونني من ذلك، والداك ليس لهم سلطة عليك في أن تعصين أمر ربك، بل وربي جل في علاه قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما، حق لك ألا تطيعيهما. وهل سأكون عاقة؟ أبدا، بل لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن نبين بالحب والحكمة والرحمة والأدب والتواضع، نبين بالحكمة والرحمة، نعم، نوضح لهم، نعم. طيب، الناس سيسخرون مني. انظروا إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، مع أن ربي قد برأها من فوق 7 سماوات، لا زال هناك من يسيء لها، ولكن حطت رحالها في الجنة، هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. نبينا صلى الله عليه وسلم أوليس لنا فيه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا؟ هو صلى الله عليه وسلم أسيء له، سب وشتم ولعن وسخر منه واستهزئ به وبرسالته وبكلامه، فوصفوه بالشاعر ووصفوه بالساحر ووصفوه بالمجنون. فاعزمي واتركي كلام الناس، فإرضاء الناس غاية لا تدرك، وإرضاء الله غاية لا تترك. فانشغلي بما لا يترك ودعي عنك ما لا يدرك. بنيتك فقط قد تصلين إلى الحجاب وتبعثين يوم القيامة إن مت على هذه النية محجبة مستورة بفضل الله عز وجل. فاعزمي وخذ القرار، وأسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الدين وعلى طاعته حتى نلقاه، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سارع إلى ركوعك بين يدي الله سبحانه وتعالى. الأعمال عند المسلمين. النميمة خطورة كبيرة في الآخرة، لأنها من كبائر الذنوب. أو أن تخفف من كيف نطلب الرزق وفي قلبنا غيظ وبغضاء بين أهلنا وإخواننا؟ الصالحين جبر لماذا سيبيع أرضه ويستلم المال ثم يقتل في سبيل أن تؤخذ أرضه؟ يعني هذا يعني لا يمكن. يشكو همه
رحمة بالمؤمنين. العقوق والعياذ بالله أن نقول أف، مجرد كلمة أف أخي الكريم. فاعلموا أيها المشاهدين أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وأن الآخرة سجن الكافر وجنة المؤمن.